ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ احنا النهارده معانا تليفون جديد من سلسله A اللي شركه سامسونج منزلاه، وهو تليفون A8 بلس. هنتكلم دلوقتي عن اهم المميزات واهم العيوب الموجوده في التليفون. خليكم معانا. تعالوا اول حاجه كالعاده نبدا بالديزاين بتاع التليفون. الديزاين بتاع التليفون لاول وهله كده هو شبه الديزاينز الجديده بتاعه تليفونات سامسونج، علشان اول ما هنبص عليها نلاحظ ان هو جايب الحواف الجديده 18/9، فهنحس ان هو الشكل بتاعه بريميوم. بس هو في حاجه عن بقيه التليفونات ان هو السمك بتاعه شويه زياده عن الاس والنوت. هو طبعا سعره اقل منهم بس هو السمك بتاعه زياده شويه. ومن الظهر التليفون واخد كيرف كده من على الظهر بتاعه، مديله شكل حلو وشكل بريميوم، ومخلي ماسكه التليفون في الايد حلوه جدا. على الناحيه التانية من قدام التليفون معلهوش نفس الكيرفات بنفس الدرجه، فمش برضه كيرفي قوي من قدام، يعني مربع سنه. بالنسبه للبيزلز بتاعته، البيزلز بتاعته قليله جدا، طبعا مش بنفس درجه النوت والاس تاني زي ما احنا بنقول، بس برضه نرجع تاني نقول ان هو سعره اقل منهم. بس هو برضه بيزلس بدرجه كبيره. من الاطراف هنلاقي ان التليفون من تحت في فتحه الشاحن يو اس بي تايب سي، وفي فتحه الهيدفون. فتحه الهيدفون من تحت يعني ما بحبهاش قوي بصراحه، بحب انها تكون فوق اكتر عشان لو حطيت الموبايل في جيبي ابقى بسمع اغاني عادي براحتي. بس تمام، ممكن احط الموبايل بالعكس. تمام. على الناحيه اليمين في زرار الباور بutton، وفي فتحه رئيسيه بتاعه التليفونات، وده مكان جديد شويه بصراحه، يعني هيبقى جديد بالنسبه لك في الاول بس ما فيهوش اي مشكله، يعني مش هيكتم الصوت او مش هيبقى في اي مشكله من الناحيه دي. ومن فوق في النويز كانسليشن مايك، وفي فتحه بتاعه واحد نانو سيم كارد زائد ميموري كارد. اما من على الشمال في الفوليوم روكر، وفي فتحه بتاعه سيم كارد تاني، فكده الموبايل بيشيل 2 سيم كارد زائد ميموري كارد، ودي حاجه كويسه. من الظهر بتاع التليفون في الكاميرا وفي الفلاش وفي الفينجر برينت سنسور، وهو الفينجر برينت سنسور شويه لازق في الكاميرا، يعني كنا نفضل ان هو يكون تحت شويه في مسافه فاصله ازيد من دي ما بين الاثنين. ومن قدام في الفرونت كاميرا والسنسور وسماعه المكالمات. ومن تحت زي ما احنا شايفين مفيش اي زراير على التليفون، عشان زي ما احنا بنقول دي الابعاد الجديده 18/9. لكن في السوفت وير باتنز، ان انا لما بطلع كده لفوق الثلاثه ازرار الرئيسيين هم السوفت وير باتنز، مش بقى الزرار الهوم الكبير بتاع سامسونج بتاع زمان ده. من الحاجات برضو اللي لفتت نظري شويه في التصميم ان مفيش زرار بيكسبي، مع ان هي موجوده. يعني لما بنعمل كده ناحيه الشمال بتطلع بيكسبي، لكن مش عامل لها زرار مخصص زي ما هو موجود في الاس 8 او النوت 8. طب دلوقتي هنتكلم عن الشاشه بتاعه التليفون. هي لحد كبير شبه اس 8 بس برضه مش بنفس درجه البيزلز القليله قوي اللي كنا شايفينها في الاس 8. من الحاجات الحلوه طبعا ان الابعاد بتاعته 18/9، وهي الابعاد الجديده مش الابعاد القديمه اللي كانت 16/9، فبتخلي الشاشه واخده حيز كبير جدا من التليفون زي ما احنا شايفين. التليفون الشاشه بتاعته 6 بوصه، وكالعاده في تليفونات سامسونج فهي مصنوعه بتقنيه سوبر اموليد، وبدقه 2220 في 1080، وده فول اتش دي بلس. وطبعا متغطيه بطبقه كورنينج جوريلا جلاس علشان تخلي التليفون ضد الخدش. وفيها خاصيه اولويز اون ديسبلاي. ومن تجربتنا في التليفون ده مع الفيديوهات اللي جودتها عاليه او مع الالعاب العاليه برضو، كانت الشاشه بصراحه حلوه جدا كالوان كبرايتنس. كمان البرايتنس بتاعت الشاشه في الاضاءه بتاعت الشمس كانت حلوه جدا وكانت واضحه. نظام التشغيل الموجود على التليفون هو اندرويد نوجا 7.1.1. يعني بما ان هو تليفون جديد فكنا نفضل نشوف على اندرويد اوريو، بس ماشي مفيش مشاكل. واجهة المستخدم الموجودة عليه هي آخر واجهة مستخدم من شركة سامسونج، هي 8.5، وده هو نفس الإصدار الموجود على تليفون نوت 8، فدي حاجة كويسة. آه عليه كل الفيتشرز بقى الموجودة في نفس الموبايل التاني. يعني مثلا ده شكل النوتيفيكيشن بار بتاعه، بينزل مرة بعدين بينزل التانية. هو مش اندرويد خام قوي بس عاملين عليه برضه شوية كاستمايزيشن، ان احنا ممكن نفتح كده من تحت فيجيب لنا كل الابلكيشنز، وان احنا نعمل سيرش من هنا. وبرضه لو نزلنا من فوق بيحصل نفس الموضوع. بيكسبي بتيجي لو عملنا سوايب على الشمال، بس زي ما قلنا مفيش زرار اصلا لبيكسبي. من الحاجات التانية برضو الموجودة خاصية الاولويز اون ديسبلاي، تمام، اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اللي هي النوتيفيكيشنز والحاجات كلها موجودة على الهوم سكرين، واحنا عاملين حتى لوك للتليفون. طبعا ممكن نشغلها وممكن نوقفها براحتنا لانها اكيد طبعا هتبقى بتاخد من شحن البطارية. وهنا في عندنا ان خاصية الفيس ريكوجنيشن، او ان التليفون يعمل انلوك عن طريق ان هو يتعرف على صورتي. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم عن الاداء او البرفورمانس بتاع التليفون. البروسيسور او المعالج اللي جاي في التليفون هو اكزينوس 7885 معالج 8 النواه. وفي الاستخدام معايا كان بصراحه اداؤه ممتاز في التاسكات البسيطه وفي التنقل بين الابلكيشنز والحاجات دي. وفي الالعاب التقيله كان برضو الاداء بتاعه حلو جدا. الا في بعض الحالات النادره قوي، يعني كان يعني بيقطع ثواني بسيطه جدا في حالات نادره وقليله خالص، لكن فيما عدا ذلك كان الاداء بتاعه حلو جدا.
كمان التليفون بيجي برامات 4 جيجا بايت رام زائد مساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت. بس التليفون اللي معانا ده هو 4 جيجا بايت و32 جيجا بايت مساحة تخزين، بس ما علينا، هو النسخة الموجودة في مصر 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت مساحة تخزين، زائد ان هو بيشيل ميموري كارد لحد 256 جيجا بايت. بطارية التليفون ساعتها 3500 ملي امبير. الرقم ده نظريا او على الورق يعتبر رقم قليل طبعا بالنسبة لامكانيات التليفون، بس احنا لما استخدمنا التليفون بصراحه اداؤه كبطاريه لا كان عامل معانا اداء حلو جدا. فالسكرين اون تايم مره كان عامل حوالي 7 ساعات ومره كان عامل من 9 ساعات ونص تقريبا. المره الاولى دي كانت في استخدام كان هيفي شويه وكانوا فاتحين انترنت وداتا وحاجات كتيره كده. المره الثانيه كان استخدام اقل شويه، وشايفين ان بصراحه لا البطاريه بتاعت التليفون بتقعد فتره طويله مع ان البطاريه دي 3500 ملي امبير. وبالنسبه للشحن فالتليفون شحنه سريع، شحن معانا من 0 ل 100 من غير ما نكون بنستخدمه خالص، كنا حاطينه سايبينه على الشحن من 0 ل 100 في حوالي ساعتين الا ربع. واخر حاجه ان التليفون طبعا الفتحه بتاعته هي يو اس بي تايب سي. طيب نيجي بقى لاهم حاجه موجوده في تليفون A8 بلس وهي الكاميرا بتاعته. التليفون الكاميرا الخلفيه بتاعته هي 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7، دي رقم كبير طبعا لفتحة العدسة، هيخلي التصوير في الإضاءة الليلية أو الإضاءة المنخفضة هيكون التصوير بتاعه حلو جدا. من الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي في الكاميرا إن هي ما فيهاش OIS أو مثبت للصور، يعني موبايل في الفئة السعرية دي متهيألي كان المفروض يبقى فيه OIS. بس على الناحية التانية الناس اللي بتحب تصوير الفيديو فالتليفون فيه مثبت لتصوير الفيديو، وبصراحة المثبت ده عن تجربة شغال حلو جدا. الحاجة التانية ان الفيديو اخرك في التصوير فيه 1080 مش 4K. طبعا 4K بياخد مساحة وحاجات كتير كده فمش كل الناس بتحب تصوره، بس 1080 او فول اتش دي هي دقة كافية في تصوير الفيديو. طيب دلوقتي احنا قدامنا الانترفيس بتاعت الكاميرا. تمام، هنا طبعا الصغير بيخلينا نروح للفرونت كاميرا او للمين كاميرا. تمام، هنا بنكبر الفول فيو، بنستخدم الشاشة كلها كفيو فبيكبر الاسبكت ريشيو بتاعت الصورة، يعني هنا نص الشاشة بس المتاخدة، هنا الشاشة كلها. تمام، ده الفلاش، دي السيتنجز بتاعت التصوير. زي ما قلنا اعلى حاجه في الفيديو هي فول اتش دي. تمام، الفيديو ستابلايزيشن كنا بنقول ان هو موجود، هو بيتفعل من هنا. تمام، ومن هنا بنجيب المودز المختلفه للتصوير سواء الاوتو او البرو والبانوراما والفود والنايت والحاجات دي كلها، زائد ان احنا ممكن ننزل من على الموقع بتاعهم بقيه الابلكيشنز اللي بتكون موجوده. اما بقى الكاميرا الاماميه وهي اهم ميزه واحسن ميزه موجوده في التليفون، فهي كاميرا اماميه مزدوجه 16 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9. وبصراحة الكاميرا الأمامية بتاعت التليفون ده من أحسن الكاميرات الأمامية اللي أنا استخدمتها في حياتي. التصوير بتاعها حلو جدا، البوكيه افكت فيها تحفة. بتعمل يعني طبعا الديجيتال بوكيه افكت ده بيخلي فيه شوية ممكن يبقى الوش بلوري أو حاجة، ده بيحصل في حالات نادرة جدا مع التليفون ده. وبتعزل الخلفية وبتخلي فعلا الشخص اللي بيتصور ان فوكس بدرجة كبيرة جدا. فبصراحه الكاميرا الاماميه بتاعت التليفون من احسن الكاميرات الاماميه الموجوده في السوق. هنا الفرونت كاميرا، يعني انا بصراحه شفت نفسي دلوقتي دي اول مره افتح الفرونت كاميرا على سهوه ويعجبني شكلي، فهو لا الفرونت كاميرا بتاعت الموبايل ده تحفه، يعني هي فعلا حلوه جدا، المخليه الاضاءه والمظهر العام حلو، والبشره الحقيقه من هنا، يعني انا اذكر ان انا كان عندي هنا بعض الرتوش وبعض الحبوب والاخرام، وشايف انها حلوه جدا. هنا برضو نفس الموضوع ان احنا نكبر، يا نهار ابيض، بنكبر الصورة وبنصغرها تاني. زي ما انتم شايفين بقى في الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي او في الفيديو اللي احنا مشغلينه عامة، الموضوع شكله حلو جدا. دي خاصية اللايف فوكس اللي كنا بنتكلم عليها، ان انت بتخلي الخلفية بليرد وانت اللي ان فوكس، وبتتحكم في قد ايه الخلفية منغمشة او اسمها بقى بليرد عشان لو عايزين نتكلم صح، فكده هي بليرد، بتتحكم في اللون والكلام ده كله. لايف فوكس ريدي والفوكس على وشي. اوكي 5 4، التايمر معمول على 5 ثواني. طيب تعالوا نشوف الصورة. adjust background blur، ممكن كمان adjust بعد ما بنصور. تمام، تعالوا نشوفها مع بعض. allow ماشي، ممكن نقلل البلور خالص وممكن نزود البلور خالص. انا شايف ان البلور شكله حلو جدا، يعني جودة الصورة مبدئيا حلوة. البلور يعني من عند الشعر شوية، كان ممكن يبقى احسن من كده، كلمة كانون برضو. فهو كبلور يعني ممكن يتظبط شوية، بس جودة الصورة ريزولوشن انا شايف ان الريزولوشن تحفة، يعني مهما عملنا زوم ان جايب ادق التفاصيل في العين وفي الخد والحاجات دي، الشعر الموجود في الدقن. دي تفاصيل تحفة انها تكون جاية على الفرونت كاميرا بصراحة.
ده كان ريفيو تليفون سامسونج جالاكسي A8 بلس. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على علامة الجرس علشان ما تفوتوش ولا فيديو من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.